تخيل تصحى الصبح تلاقي حسابك على لينكد ان اخد حظر بدون مقدمات. كل تعبك، كل الشغل اللي عليه، كل علاقاتك، كل ده راح في ثانية. علشان كده الفيديو ده مهم جدا، اقولك ازاي تحافظ على حسابك اطول فترة ممكنة. ازاي حتى لو بتأجر حسابك تحافظ عليه انه يفضل شغال بأمان. مشكلة بتقابل اي حد على لينكد ان هي الحظر، والنهاردة اقولك ازاي تتجنب الموضوع ده بخطوات عملية. وكمان ازاي تقدر تأجر حسابك اطول فترة ممكنة وتستفيد منه. علشان الحساب ده مهم جدا، احنا بنبني فيه بقالنا فترة كبيرة طبعا. كلنا بنحاول نبني بروفايل قوي ومظبوط. فانا النهارده اقولك ازاي تحافظ عليه اطول فتره ممكنه بدون حظر ان شاء الله. اقولك على 5 خطوات اساسيه تعملهم، تابع معايا وركز جدا. اول حاجه صوره شخصيه واضحه جدا واحترافيه، وصوره غلاف مناسبه للبورتفوليو بتاعك. اول حاجه احنا عاوزين بروفايلك كامل بنسبه 100%. اول حاجه هتعملها صوره شخصيه واضحه واحترافيه، وصوره غلاف مناسبه، وبيانات كامله، وخبراتك وتعليمك ومهاراتك وكل ده. تاني حاجة النشاط المستمر والتفاعل الحقيقي. ما تسيبش الحساب مهجور وبعدين تيجي تأجره ويتقفل منك بسرعة. شارك محتوى بشكل دوري وتفاعل مع غيرك باستمرار. جهاز واحد أساسي، ما تفتحش حسابك من أكتر من جهاز. بلاش تغييرات كتيرة في ال AIP أو تستخدم VPN. ما تغيرش الباسورد أو الصورة كل شوية غير لما يكون في سبب مهم، بمعنى أصح للضرورة القصوى. وتحاول تبني علاقات حقيقية وما تبنيهاش بشكل عشوائي. تختار ناس من مجالك، تبعت لهم كونكشن وتتواصل معاهم بشكل يومي، سواء بتعليقات او كومنتات او شير. ما تبعتش طلبات كونكت كتير مرة واحدة. كل اضافة بعت رسالة شخصية بسيطة للشخص اللي قبل الطلب، تبادل فيه المحادثة. لو عايز تحافظ على حسابك وتستفيد منه صح، لازم تطبق الخطوات دي. ولو بتفكر تأجر حسابك، اتأكد انك مع حد فاهم ويمشي معاك خطوة خطوة. ولو انت مهتم كلمنا نأجر سعرك بأطول فترة ممكنة وأحسن سعر. لو انت مهتم تأجر حسابك تابع معايا، وهسيب لك لينك تقدر من خلاله تعرف مدى جودة حسابك. ولو حسابك مستواه ضعيف، هنتابع معاك خطوة خطوة لحد ما يوصل ليفل كويس وهأجره منك.